أحيانا الهدوء والجمال اللي بنشوفه في العالم ده بينسينا إن ليه جوانب تانية، جوانب مش لطيفة خالص. والجوانب دي في أحيان كتير بنحس إنها من عوالم تانية ومستحيل إنها تكون طبيعية. معاكم عبد الرحمن، وفي الفيديو ده هعرض لك أغرب 9 ظواهر موجودة في الكوكب بتاعنا. والبداية هتكون من آسيا، وتحديدا في دولة تركمانستان. في وسط الصحراء والضلمة اللي فيها في عين هناك بتنور بلون النار. أهلا بيك في حفرة النار، واللي بيتقال عليها باب جهنم، وهي عبارة عن بير عميق جدا مشتعل بصورة شبه دائمة. وقصة البير دي عجيبة جدا. ففي خلال الوقت اللي كان موجود فيه الاتحاد السوفيتي كان بيتم التنقيب عن حقول الغاز اللي في المنطقة دي. وفي خلال عملية الحفر في المنطقة دي المعدات وصلت لمنطقة فاضية تحت الأرض، واللي تسببت في انهيار جزء مش صغير إطلاقا من الأرض اللي كانوا بيحفروا فيها. والحفرة اللي اتكونت دي بدأت إنها تطلع غاز بكميات كبيرة جدا. ومن سوء حظهم إنهم كانوا بيربوا مواشي في الأراضي المحيطة بالمكان ده، وده اللي سبب ذعر للجيولوجيين المشرفين على العملية دي، وإن الغاز اللي بدأ يتسرب ده من الممكن إنه ينتشر ويسمم المواشي دي. وهنا اقترحوا حل الصراحة ملوش زي، وهو حرفيا إشعال الغاز اللي بيخرج من الحفرة دي، على أمل يعني إن النار هتقضي على كمية الغاز اللي موجودة في البير ده في خلال يوم أو يومين بالكتير. الكلام ده كان سنة 1971، ومن ساعتها والحفرة دي ألسنة النار بتطلع منها لحد وقتنا الحالي، وعشان كده أطلقوا عليها باب جهنم. وفي سنة 2013 حاول واحد من المستكشفين إنه ينزل لأول مرة في البير ده، على أمل يعني إنه يشوف إيه اللي بيحصل تحت. واللي في خلال رحلته دي اكتشف نوع من البكتيريا مش موجود في أي مكان تاني في العالم غير في المكان ده. ومن هنا نروح لظاهرة تانية غريبة جدا. في إيطاليا سنة 2009 أحد العاملين بمطعم من المطاعم الشهيرة هناك لاحظ من شباك المطعم أضواء بتلمع بشكل غريب على الشوارع، والراجل ده ما كدبش خبر. أول ما شاف الأضواء دي ساب شغله كله وكلم عيلته وقال لهم يتحركوا لمكان آمن بسرعة. وبعد مكالمته دي بشوية دقايق قليلة يضرب المدينة زلزال مدمر بقوة 8.3 على مقياس ريختر، واللي خلى ملاحظته ومعرفته لنوع الأضواء دي يكون السبب في إنه ينقذ نفسه واللي حواليه من الموت. وأكيد معظمنا شاف مؤخرا الأضواء الغريبة اللي كانت في سماء تركيا في اللحظات اللي حصلت فيها الزلازل المدمرة في بداية شهر فبراير سنة 2023. فالسؤال هنا هي إيه الأضواء دي ومعناها إيه؟ لقرون كتير البشر كانوا بيفسروا أي أضواء غريبة على إنها علامات من كائنات تانية، ولكن طبعا المجتمعات العلمية القديمة ما كانتش بتشاركهم نفس النظري، واللي كان بيحصل هو العكس تماما. فالمفكرين زمان كانوا في معظم الحالات بياخدوا الكلام الناس دي على انه سحر او مجرد خيال واسع شويه. ولكن مع تقدم التكنولوجيا والتطور اللي احنا وصلنا ليه ده، بقينا قادرين اننا نسجل كل حاجه بتحصل حوالينا بالصوت والصوره. واللي تم ملاحظته في الظواهر دي ان الاضواء دي لما بتظهر بيتبعها زلزال في الغالب بيكون قوي جدا. وبعد سنين من الابحاث العلميه على الظاهره دي لا زال العلماء لحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا لتفسير منطقي وكامل عن مصدر الاضاءات دي. ولكن اللي قدروا يلاحظوه هو ان في 5 انواع من الاضواء دي، وهم كالآتي: ومضات من الصاعقات الكهربائية في السماء، واللي بتكون شبه البرق بشكل كبير، إشعاعات على شكل خطوط في السماء وبتكون شبه أعمدة النور اللي بتتركب في الاحتفالات، وأحيانا بتكون فيه هالات من الضوء بتصدر بشكل مباشر من الأرض، أو ممكن إضاءات ما بين الجبال في منطقة من المستحيل إن يكون فيها بشر أو مصدر للإضاءة. أو الأكثر غرابة هي كرات من الضوء اللي بتصدر من الأرض وبتتحرك ناحية السماء، وللبعض بيفتكروا إنها بسبب العواصف أو السحب الكثيفة. ومع إن في أنواع كتير من الأضواء دي، إلا إننا لحد وقتنا ده ما نعرفش هي ليه وإزاي بتصدر من الأرض. ومع إنها في أغلب الأوقات بتكون ليها علاقة بحدوث الزلازل، إلا إنك مش شرط تشوفها قبل حدوث الزلزال. فالأضواء دي من الممكن إنها تصدر أثناء أو حتى بعد حدوث الزلزال. والأغرب كمان إن الأضواء دي ملهاش علاقة بالزلازل بس، وإنما تم تسجيل رؤيتها قبل سقوط النيازك، وأحيانا كمان قبل ثوران البراكين. والكلام اللي موجود على الساحة حاليا عن الظاهرة دي هي كلها مجرد نظريات واجتهادات مش مؤكدة بنسبة 100%. واحد من النظريات دي بتقول إن الظاهرة دي ما هي إلا نتيجة خطوط الكهرباء اللي بتتعطل بسبب حدوث الزلزال. بس النظرية دي مش بتشرح سبب حدوث الظاهرة دي من آلاف السنين، لما كنا عايشين أساسا من غير كهرباء إطلاقا، زي مثلا في التاريخ الصيني. وده نقلا عن المؤرخين الصينيين اللي قالوا إن الناس زمان كانوا بيشوفوا سحب مضيئة، واللي كانوا بيعتبروها إنذار إن في حاجة مش كويسة هتحصل. وكمان بعض المراجع اللي اتكلمت عن التاريخ الروماني واللي حكت إن الناس كانوا في بعض الأوقات بيشوفوا أضواء على شكل كرات من النار بتطلع وبتطفو في السماء، وده كان بيحصل قبل ما يحسوا بهزة أرضية عنيفة جدا. وبالتالي هنركن نظرية خطوط الكهرباء المعطلة دي على جنب شوية، لأنها في الغالب مش صح.
واحدة من النظريات التانية بتقول إن بعض الغازات بتهرب من الأرض خلال الزلزال وبتشتعل في الجو بعد كده، واللي بيحصل أثناء الزلزال هو إن طبقات الأرض بتتحرك، وده اللي بيساعد على خلق فتحات جديدة في الأرض. من الممكن إنها تساعد على هروب بعض الغازات من باطن الأرض زي غاز الريدن اللي بيتسبب في شحن جزيئات الهواء خلال حدوث الزلزال. ولكن بعض الدراسات قالت إن حتى غاز الريدن اللي بيتسرب خلال الزلازل مش بيتسرب بالكمية الكافية لشحن جزيئات الهواء ويخليه يصدر الإضاءات الغريبة دي. ومع إن النظرية دي قريبة إلى حد ما إلا إنها مش كافية. ومن هنا نروح لواحد من النظريات المنطقية جدا، وهي إن الأضواء دي مصدرها شحنات كهربائية بتتسرب من باطن الأرض، وده بيحصل لما الصخور النارية اللي موجودة في جوف الأرض تتعرض لضغط كبير جدا، وده اللي بيتسبب في إطلاق أكسجين مشحون. وخلال الزلزال الأكسجين المشحون ده بيتسرب من خلال الفتحات اللي بتنشأ دي، وبعد كده بيطلع على هيئة الأضواء الغريبة اللي بنشوفها دي. فلو شفت نوع من الإضاءات الغريبة دي في يوم من الأيام، من الأفضل إنك تاخد احتياطاتك. الظاهرة اللي بعد كده هي واحدة من الظواهر اللي فعلا شكلها بيكون على الحقيقة خيالي جدا. تخيل انك في يوم من الايام قررت انك تقوم بدري شوية وتحضر كوباية القهوة على معدة فاضية وتتفرج على شروق الشمس وانت بتشرب القهوة بتاعتك، عشان تتفاجئ ان في 3 شموس في السماء مش شمس واحدة بس. الظاهرة دي اسمها الشمس المزيفة، وهي بتحصل في الغالب في المناطق الباردة جدا. واللي بيحصل هو ان كريستالات التلج الصغيرة جدا اللي موجودة في الهواء بتتلاعب بأشعة الضوء، وده اللي بيخليك تشوف اكتر من مصدر واحد للضوء، وكأن السماء بقى فيها 3 شموس. وبمناسبة الكلام عن الشمس، فخلينا نتكلم عن واحدة برضو من الظواهر اللطيفة عن الشمس، وهي ظاهرة بيتقال عليها هالة الشمس. والظاهرة دي بتحصل لما يكون في كمية كبيرة جدا من التلج في الهواء، فالتلج ده بيعكس الضوء بشكل مميز جدا، وده اللي بيخليك تشوف الانعكاسات دي حوالين الشمس. والظاهرة دي ممكن تتسبب في حدوث ظاهرة تانية اسمها الشروق الكاذب، واللي ساعتها ممكن تشوف ان الشمس ابتدت انها تشرق والسماء ابتدت تنور، وفجأة تلاقي الشمس بتختفي وضوءها بيروح، ولكن بعدها بدقايق الشمس الحقيقية بتشرق. والظاهرة دي شبه ظاهرة الشمس المزيفة اللي اتكلمنا عنها من شوية، ولكن الاختلاف هنا هو ان الضوء بيتعكس بشكل رأسي. ومن هنا نتحرك لواحد من الظواهر اللي بتدينا علامات على وجود ضيف تقيل شوية، وهي السحاب. السحب من الممكن انها تكون من المناظر الجميلة جدا، من الممكن كمان انها تكون نذير شؤم الحاجة قوية جدا، ومنهم النوع ده من السحب وهي سحب الماماتوس، وشكلها يعتبر مميز جدا، وبتكون قريبة من الأرض لدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن في أحيان كتير الناس بتخاف جدا من شدة قربها. بس الحقيقة إن السحب دي مش هي المشكلة إطلاقا، فاللي جاي بعدها هو اللي أنت محتاج تستخبى منه. السحب دي بتكون علامة على وجود عاصفة رعدية شديدة جدا جاية وراها، والشكل ده من السحب بيتكون من طبقتين. الطبقة اللي فوق بتكون مليانة بالهواء الرطب والتلج، والطبقة اللي تحت بتكون عبارة عن الهواء الجاف. وتيارات الهواء اللي بتحصل ما بين الطبقتين دول هو اللي بيخلي السحب دي تاخد الشكل المميز ده. ومن هنا نروح للنوع التاني من السحب، وهي فعلا اللي بينطبق عليها مقولة الهدوء اللي بيسبق العاصفة، وهي سحب بتكون على شكل مواسير عملاقة جدا في السماء، والمسافات ما بينها بتكون متقاربة إلى حد ما. والظاهرة دي بتحصل بنسبة كبيرة جدا في استراليا، والسحابة دي اسمها غريب شوية، اسمها مجد الصباح. ومع إن اسمها غريب إلا إنها بتتكون نتيجة حركة تيارات الهواء القوية جدا واللي بتلف حوالين السحب بشكل دائري، وده اللي بيخلي السحب دي تبان بالشكل ده. وأكيد في مرة من المرات لقيت نفسك بتبص على سحابة من الطيور اللي بتتحرك بشكل عشوائي في السماء، واللي ناس كتير بيفتكروا إنها حركة ملهاش أي معنى للطيور، أو إن دي حركة عادية للطيور لما بتهاجر. ولكن في الحقيقة الطيور دي بتتحرك بالشكل ده لما بتكون حاسة بالخطر من كائن تاني بيهدد حياتها، واللي في الغالب بيكون طير تاني عايز يصطاد واحد فيهم، فبيتجمعوا بالشكل ده علشان يكون من الصعب على الكائن التاني ده انه يصطادهم. ومن الظواهر اللي بتدي علامات على حدوث الكوارث هي الشجر ده، واللي بيكون على حرف جي بالانجلش، وده اللي بيدل على ان في انهيار في التربة دي هيحصل قريب. فلو شفت الشجر حواليك بياخد الشكل ده لازم تبعد عن المكان اللي انت فيه فورا. العالم اللي احنا فيه ده ليه وشوش كتيرة جدا، منها الغريب ومنها اللي مش مفهوم ومنها اللي بيكون علامات على حاجات هتحصل قريب. ومع ده كله عمرنا ابدا ما هنقدر ننكر الجمال اللي موجود فيه. ولو في حاجات غريبة انت شفتها وحابب اني اتكلم عنها عرفني تحت في الكومنتات. ولو وصلت الجزء ده من الفيديو فانا بشكرك جدا. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك واعمل سبسكرايب علشان ما يفوتكش اي حاجة بنزلها.